سي عبد الله مرحبا بك. مرحبا. اليوم ما انعقدتش الجلسه لانتخاب رئيس الجامعه الحضريه لمدينه وجده. انتم حضرتوا كالعاده وكان الحضور ديالكم وازن بجميع العدد ديالو. واش كان صدر واحد البلاغ قبل امس عن حزب الاستقلال على الامانه العامه كيرشد المناضلين ديالو لعدم التحالف مع البام والعوده الى التحالف مع العداله والتنميه ودعم الاغلبيه. واش هاد دعم الاغلبيه غادي يكون تنسيق هنا ديال حزب العداله والتنميه مع حزب الاستقلال للظفر برئاسه مدينه وجده؟ اولا قرار حزب الاستقلال هذا يهم الوطن باكمله، وحزب الاستقلال طبعا كيعرفش كيدير، هذاك الشيء شان كيهمه من الناحيه السياسيه. بالنسبه لي انا لمدينه وجده طبعا انا اللي خصني نترأس المجلس البلدي، لان عدديا العداله والتنميه حصلت على عدد نتاع المقاعد اللي 28 مقعد. اذا استجابه للمطلب الساكنه نتاع مدينه وجده طبيعي انه العداله والتنميه في شخصي هو اللي خصو يترأس المجلس البلدي. وحنا من هذا المنبر ايدينا مفتوحه وممدوده للجميع بدون استثناء. نريد فعلا ان نرجح المصلحه نتاع مدينه وجده عن اي مصلحه شخصيه او حزبيه ضيقه. اذا رسالتنا واضحه، نحن ايدينا ممدوده للجميع، والايام المقبله ان شاء الله ستبدي اننا جادين في رؤيتنا هذا وفي رسالتنا هذا والسلام. بالنسبه للسؤال الثاني سي عبد الله، بالنسبه لايديكم ممدوده للجميع، نعم، وقع تحالفات مدن كبيره بين حزب العداله والتنميه وحزب الاصاله والمعاصره. واش هناك في وجده خط احمر ولا احتمال ان يكون تحالف؟ الان انا في وجده كان ندبر مدينه وجده بالواقع في الان وبالواقع لها ايدينا مفتوحه للجميع، مستشاري الاصاله والمعاصره ومستشاري حزب الاستقلال. اذا حنا ما كاينش خط احمر، وما عمر قلت انا كاين خط احمر. في تصريحاتي السابقه دائما كنقول نحن سنتحالف مع كل من يستحق ان نتحالف معه. اذا الرساله واضحه. شكرا سي عبد الله.